يا مساء الخير، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة على أجمل ناس أهل اليوتيوب. اللي أول مرة يشوفني يا ريت لايك واشتراك وتفعيل جرس الكل. وحشتوني 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 قد كده. عاملين النهاردة الجو حر موت موت ودرجة الحرارة عالية، فعايزين نعمل ايه؟ أكلة خفيفة لذيذة سريع سريع، منقفش كتير في المطبخ في الحر والفرهدة. قعدت افكر يا بنتي يا داليا تعملي اكل ايه، يا بنتي يا دودو تعملي اكل ايه، وافكر افكر افكر لقيت الحل. اقول لكم هنعمل ايه. مرحومه رحمه الله عليها، وقلت للراجل الجزار بتاع الفراخ يقطعها لي نصين. تمام تمام باذن الله. بولة فيها طماطمايه مجمده فريش اللي عندك يا ست الكل، معلقه صغننه مبقلظه فلفل اسمر، معلقة صغننة مبقلظة توابل فراخ، ودي براحتك، ممكن نحط حبة كمان توابل فراخ توابل مشاوي اللي يعجبك. نص معلقة صغننة مبقلظة بابريكا او شطة اللي انت عايزاه. نص معلقة ملح، دول حبة لبن عشان ايه؟ يطروا على قلب الفراخ كده طراوة في الحر، ما نسيبها يا اختي حرانة ما ينفعش. تينا اللبن، توطة خل، بصلاية مبشورة متعذبة. شايفين حبة حلوين دول بقى ميكس كده مع بعض. هنا ننفذ الجريمة وهنمسك المرحومة رحمة الله وشرحها لي. هنشرح المرحومة رحمة الله عليها كده اهو، شرحيها لي كده اهو بطريقة عشوائية ونغذيها. بصي ما تخليش فيها حتة سليمة، شوف اللي مضايقك مين وتخيلي وانت كده ايه بتشرحي. من وادي النص الاولاني وادي النص التاني. هنمسك المرحومة رحمة الله عليها وايه، وقطعي بت قطعي ولا يهمك، شرحي كده اهو، ما تخليش فيها حتة سليمة تقولك اي كاني ماني ولا يهمك. شرحي ليه بقى؟ عشان التتبيلة تخش فيها في كل حتة انتي مشرحيها. هتجيبي التتبيلة وهننزل بيها على المرحومة رحمة الله عليها الشكل ده كده. متسيبيش حتة الا ما تحطي فيه عليها، غرقيها غرقيها ولا يهمك. نتأكد ان المرحومة كل حتة في التتبيلة وصلت للمرحومة رحمة الله عليها. نرجعها تاني في البولة، شوية تتبيلة نسيبهم حرام، نزلي بيها كده ايه، حميها، حميناها بالتتبيلة والحمد لله. نغطيها كده وهنكفنها في التلاجة 4 5 ساعات 6 ساعات ليلة كاملة براحتك. انا بالنسبة لي عشان الوقت بسرعة ومستعجلة، فانا هكفنها لمدة 2 ساعات وعلى الشواية وهرميها واطلع اجري بسرعة عشان الجو حر مش طالبة فرهاضة. نسيبها بقى على الشواية بعد ما نطلعها من التلاجة، تقعد تاخد وتدي كده ايه مع بعض في التتبيلة 2 3 4 ليلة كاملة. بعد ما تاخد وتدي هنرميها في الشواية ونطلع نجري بقى مش طالبة فرهدة اقعد ايه اتهوى كده في التكييف. بعد كده لما تستوي بالظبط نص ساعة انا بحطها على الشبكة بتاعت الشواية، واحط تحتيها صاجة عشان تنزل بقى بهارسها كده، ترتاح وترقد في امان الله وتنزل بهارسها. بعد نص ساعة تاخد وتدي
بشكل ودي مع الشواية، هروح قلبها الوش التاني. وبالهنا والشفا انتظروني، هجيبها لكم بعد ما تخرج من نار جهنم وبئس المصير. عقبال الفرخة المرحومة ما تخرج من الفرن، يلا نعمل حبة طحينة على السريع. كمون، حبة كمون كده بالويم، توت كمون. حبة مية سخنين مش كتير عشان الطحينة تفك وتاخد وتدي بشكل ودي. قلب 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 قلب. ليمون او خل المتوفر عندك في البيت، ايهما اقرب الى قلبك. قلب 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 قلب. وبكده الطحينة بقت تقيلة واصبحت جاهزة. ونروح نفتح فرن البوتاجاز ونشوف فرختنا الجميلة القطقوطة الكيوت عملت ايه. وسع 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 وسع. اوعى وشك، شايفين الجمال؟ شايفين الكياتة؟ الله، تحفة تحفة فنية، عن الجمال تتحدث. شايفين؟ انا يا جماعة ما عنديش الشواية اللي هي الرول اللي بتلف، انا بحطها على الشبكة بتاعة الفرن وبولع الشواية من فوق فقط لا غير. شايفين الجمال واللذاذة والطعامة؟ وندوق ونقول بسم الله. ليه سخنة نار؟ بصوا سخنة نار نار نار، مش قادرة اقطعها، بس بصوا تحفة ودايبة دوب ومستوية وفظيعة. عايزة اخد حتة بالعيش. الجمال والكياتة ده يتعمل كده وبالعيش. السكر ده كده اهو متكش غير كده. واو 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 واو. فرخة دايبة دوب من غير شواية، تحفة تحفة فنية تتحدث عن نفسها. متنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل يا ست الكل. أحبكم.